مساء الخير، فيديو جديد بلوري كلير قصص وراكروت يوجي. والنهارده هنتكلم عن قصه الفانكويش سول. في البدايه يا ريت لو الفيديوهات عجباك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، وتعال نخش على طول على القصه. وقبل ما نشرح في القصه نفسها خلينا نقول عن الاسم فانكويش سول او هزيمه او انسحاق الروح. طب الاسم ده معناه ايه؟ هو بصراحه انا مش لاقي له معنى قوي غير ان في اس لو فانكويش سول ليها معنى كده في اللي عارف المواجهات بتاعه الالعاب الفيديو جيم لما اتنين يكونوا بيواجهوا بعض اللي هي فيرسز بتبقى دايما في اس، هي دي عاملينها في اس. القصه نفسها بتبدا معانا ان كان في معركه بين تنين وبين اله الحرب. المعركه دي اثرت على العالم جدا لدرجه ان تاثيرها وصل للمستقبل، والطاقة اللي سابوها بعد المعركة أثرت على مقاتلين كتير في العالم كله وجمعتهم عشان يبقوا أقوى. خلينا الأول نتكلم عن المعركة وبعدين نتكلم عن المقاتلين وإزاي تأثروا بروح الحرب. كارت اسمه فانكويش سول كالاميتي سيزر. هنلاقي الأول هنا في اتنين بيهاجموا على بعض وفي رمح مضروب من بعيد كده، طاقة لونها أحمر، وبيقول إن من وقت طويل قوي كان في معركة بين تنين وبين إله الحرب، وبعد القتال الشرس اللي موجود بينهم دمر الارض وشطر السماء، وان الروح بتاعت اله المعركه اتدمرت بضربه التنين. دي الضربه اللي احنا شايفينها في الصوره دي، والطاقه بتاعت الاله ده سكاترد او اتنطرت في كل حته حوالين العالم في بقع مختلفه. الطاقه دي كانت قادره تجذب الناس اللي بتروح لهم ناحيه بعض، مش كده وبس، بس كمان كانت بتخليهم يواجهوا بعض، بمعنى ان هي كانت بتخلق صراع تاني من اول وجديد. ده خلينا قدام ناس بتدور على القوه، ناس اتحمسوا للقوه دي وناس اعتمدوا عليها وناس كانوا قلقانين وخايفين منها. وده خلى المعركة اللي مش بتنتهي دي ترجع مرة تانية عن طريق الروح بتاعت الفانكويش سول. يعني اختصار للي قال ده، كان في تنين وكان في اله للمعركة، الاتنين بيحاربوا بعض. التنين قضى على اله المعركة، اله المعركة ده لما اتدمر او لما يعني اتهزم الطاقة بتاعته اتنطورت في كل حتة في العالم، وفي ناس بتدور على القوة دي. اللي راحت لهم القوة دي بتجمعهم ناحية بعض عشان يروحوا يفايتوا بعض تاني. ده ايه باختصار. نروح بقى للاتنين اللي كانوا بيحاربوا. اول واحد منهم هو روك of the Vanquisher، وهو ده إله المعركة اللي باين لنا هنا ان هو بعد ما اتهزم وشكل الضربة موجودة جواه اتحول لحجارة وروحه انسحقت، والمكان اللي حواليه مبين الرعب والدمار اللي حصل من ايام المعركة القديمة. وباين لنا كمان الرمح بتاع التنين وهو متحول لحجر في جسم الاله اللي اتدمر ده. ومن ناحية تانية شايفين التنين بقى نفسه اللي هو فانكويش سول سيزر فاليوس، وده طبعا هو التنين اللي حارب اله المعركة وهزمه ودمر روحه وسحقها، اللي هو فانكويش سول سحق روحه. وقال لك ان بعد سنين كتيره لما حس بالطاقه بتاعه اله المعركه وهي موجوده في الناس مره تانية، قرر ان هو يصحى عشان يروح يهزم الروح دي تاني. ونبدا باول واحد في المجموعه وهو فانكويش سول ريزن. وفانكويش سول ريزن ده عندنا المفروض ان هو شخص قوي زي ما احنا شايفين، عارف يطور نفسه عن طريق الأسلحة اللي معاه دي، متخصص في الضرب والجري اللي هو الهيت اند ران، ان هو يضرب بسرعة ويتحرك الشخص السريع ده. وباين ان هو شخص بقى شيك وبيلبس على الموضة وكل الحاجات اللي احنا شايفينها دي، وبيعتمد على الآلات في الحرب بتاعه. بس ورا كل الحاجات دي جواه روح قتالية قديمة اسمها السبايرال ستايل. والشخص ده هنا لو ناخد بالنا طبعا هو فاير، فبيضرب بالنار وبيضرب بالماشين زي ما احنا شايفين، مع ان هو وورير، تفهمش ليه كاتبين الحتة دي. بس ناخد بالنا ان هو هنا بيمثل نوع معين من الشخصيات اللي موجوده في الفايتنج جيمز. النوع ده من الشخصيات اسمه شوتوكان، وده مثلا زي ريو من ستريت فايتر او كيو من كينجز فايتر. الشخص اللي هو ايه القوي اللي عنده عضلات اللي بيقعد يهاجم على طول، هي دي الشخصيه بتاعته باينه كده. والراجل ده ظهر في كارت تاني وهو بيضرب ضربه من ضرباته اسمها فانكويش سول داست ديفل. ده بيضرب بقى ايه الحركات بقى اللي هو عاملها عشان هو جامد وشيك وكده زي ما قلنا. نروح على تاني واحده وهي فانكويش سول بانتيرا او بانترا حسب بقى بتتنطق ازاي. والنوع ده بيمثل في الالعاب بتاعه القتال نوع اسمه الرش داون، اللي هو بيقرب للشخص ويفضل يضربه كتير بسرعه ايه لغايه ما يموت، زي شخصيه اسمها فيليسيا من دارك ستوكر، وكامي من ستريت فايتر، وماي من فيتال فيوري وكينج فايتر. ودي ظاهره في كارت اسمه ستيكر سول او خاطر بروحك، وبين لنا هنا الشكل بتاعها وهي بتواجه المفروض التنين اللي هو قوي. احنا قلنا الروح اللي جواها هي روح الجاد اوف باتل او اله المعركه، فهي بتواجه التنين. فهنا الكارت ده وهي المفروض بتواجهه، ومعمول بالشكل بتاع الفيرسز اللي قلنا عليه بتاع الالعاب القتاليه، ومكتوب عنها ان قوه الضربات بتاعتها من رجليها الحلوه الجميله خلت الاعداء بتوعها مسمرايزد اللي هو متنحين، وبعتتهم فلاينج طيارتهم للهيفنز للجنه. مش فاهم بيقولوا ايه، بس يعني واضح ان هو بيقولك ان هي كانت مسمرايزنج، يعني من ان هي جميله وبتفايت فالتانيين ايه بيتهزموا بسرعه. نروح بعد كده على فانكويش سول هيفي برجر، وقالك ان الاجهزه الكبيره اللي عماله تضرب على طول من جسمه كانت بتمنع الاعداء ان هم اصلا يعرفوا يقربوا له، وان الطاقه
بتاعت الفانكوش سول كانت بتديله قوه هو وكل الناس اللي حواليه، بس مع ذلك القوه دي خلته يخش في معركه حياه او موت مع الارواح. والنوع ده بيمثل اسلوب القتال اللي هو الجرابلر، او الشخص اللي هو بيمسك ويتني زي فاهم الجودو اللي هي كده، اللي هو بيمسك الشخص جامد، زي مين؟ زي زانجيف في ستريت فايتر، او كينج في تيكن، او بوتيمكين في جيلتي جير. دول الناس اللي شبه اسلوب القتال بتاعه. وعندنا بعد كده العالمه المجنونه الكيميائيه اللي هي فانكوش سول دكتور ماد لوف، وبيقول ان هي كانت خلاص عقلها متجنن بان هي تفضل تجرب بالطاقه بتاعه الفانكوش سول دي، وهي بقى منبهره بالقوه اللي عماله تلاقيها. دخلت المعركه عشان تقدر تجمع ارواح اكتر مش موجوده عندها عشان تقدر تستخدمها في تجاربها. بس هو بيقول لك بس هل يا ترى هي بتعمل كده من دماغها ولا في حاجه كانت مؤثره عليها عشان تخش تعمل اللي هي بتعمله؟ يعني بص هو يعني بيدي باك جراوند ستوري كده صغيره. هو لو ما جمعش الكلام ده كله في قصه كبيره بعد كده الكلام ده تحس فاهم ملوش اي لازمه. ودي شخصيه بتمثل الزونر اركتايب في اللعبه، اللي هو الشخص اللي بيضرب بروجكتايل، يضرب اسلحه كده بس من غير ما يقرب قوي، في نفس الوقت يسيطر على الارض. زي مين؟ زي مثلا جايل ودالسيم من ستريت فايتر، ونو 13 من بلاز بلو. وعندنا كمان كائن كده هو المفروض حي بس شكله لازق كده وكانه سائل شويه، وده هو فانكوش سول بلوتون اتش جي. وبيقول ان عن طريق طاقه الفانكوش سول وحاجه غريبه جدا حصلت تقدر تسميها مصير، الكائن ده بقى عنده حياه خاصه بيه، او على الاقل هو ده اللي هو مصدقه دلوقتي. بس هل ده اللي حصل فعلا؟ احنا مش عارفين، غير ان الكائن ده مش قادر يفتكر هو مين او فين او جه ازاي، مش قادر يفتكر اي حاجه خالص. والكائن ده ساعتها خمن ان هو ما عندوش الطاقه الكافيه اللي قادر يفتكر بيها ذكرياته او يعرف ايه اللي حصل، عشان كده رمى نفسه في المعركه يمكن يقدر ياخد الطاقه اللي يقدر يفتكر بيها نفسه ويتعرف على نفسه مره تانية. الكائن ده الاركتايب بتاعه او بيمثل ايه؟ حاجه اسمها الستانس، زي جين وفيجا من ستريت فايتر وايفي من سول كاليبر. والستانس ده انك تقدر تبدل بين طريقتين في اللعب كده، اللي هو فاهم تغير اسلوبك على طول. وده ممكن يبان ان القدره بتاعته ان هو ياخد 3000 دفاع او 3000 هجوم، وهو كده كده 0-0 بس ياخد 3000 دفاع او 3000 هجوم، فاللي هو ايه بيبدل في الاسلوب القتال بتاعه. كل واحد المفروض يعني يبقى ليه حاجه شبه كده في الافكت، بس ما حسيتهاش قوي، فحسيتها هتبقى ايه اي كلام. هو ده اكتر واحد كان باينه فيه بصراحه. وباين لنا في كارت اسمه فانكوش سول كونتينيو وعلامة استفهام ان الوحش هنا اتهزم. ولو تاخد بالك كروت السحر زي ما قلنا ليها شكل معين، يعني احنا كنا اتكلمنا عن الكارت الاول بتاع فانكوش سول داست ديفل ان ده الضربة بتاعته، ده شكل الضربة. واتكلمنا عن ستيكير سول ان هو شكل الفيرسز اللي هو ايه المعركة ده ضد ده. فانكوش سول كونتينيو ليها علاقة بجيم اوفر وكونتينيو، ان انت لما بتخسر وجايب لك هنا كائن ميت يقول لك عايز تكمل ولا لا، دي وانت كونتينيو. وهنا باينه مع الافكت ان هو بيقول لك بي 500 عشان تعمل كذا كذا كذا، فاللي هو انت هتدفع حاجه معينه عشان تكمل اللعبه. وباينه في الافكت ان هو بيقول لك ادفع 500 نقطه عشان تعمل سبيشال سامن الوحش، فاللي هو كانه خلاص هو اتهزم، وعشان يرجع مره تانية ادفع حاجه حسب اللعبه اللي بتلعبها او ايا كان الحاجه اللي هتدفعها، لايف بقى او كوين او حاجه زي كده عشان تفضل مكمل. فهنا نفس الكلام بالظبط، هي كونتينيو، انت مت وانتهيت، هتدفع 500 نقطه وتكمل ولا لا. فايه معموله حلو بصراحه. نروح بعد كده الفانكوش سول جياو لونج، والوحش ده الاركتايب بتاعه زونر، لسه كنا قايلينه من شويه مع وحش غيره. وقال لك ان الراجل ده شخص قديم كبير من نفس المدرسه اللي كان فيها ريزن اللي قلناه في الاول خالص. وبيقول ان هو ظهر كده مره واحده بعد ما هزم اعداء كتير قوي في معارك متعدده. وقال لك ان دوامه التناسخ الفورتكس اوف رينكارنيشن كانت هي اعظم سر للسبايرال ستايل، وان الراجل اللي يقدر يفتح عينيه عليها هيقدر ياخد قوه التنين اللي قتل او ذبح اله المعركه اللي احنا قلناه في الاول خالص. ده هيبان لنا في كارت اسمه فانكوش سول سنو ديفل، وهو باين لنا هنا هو بيشوف حاجه جديده بقى، بيفتح عينيه. مش عارف هو ده هيرمي الايه في المعركه بعد كده، مش متاكد قوي، لان خلاص احنا الكروت بتاعتنا خلصت، مش ناقص غير كارت واحد اسمه فانكوش سول ترينيتي بيرست او انفجار الثلاثي او الثلاثي المنفجر، اللي باين فيه ماد لاف وهيفي برجر وريزن واقفين مع بعض بيحاربوا. والكارت ده شويه بيرمي على الافكتات اللي هي بتاعه الكومبوز بتاعه التيمز، لما تيجي تعمل كومبو تلاقي اتنين ساعدوا بعض عملوا الضربه وطلعوا بره على طول. وبنقول ان المقاتلين اللي جواهم الروح القتاليه دي كانوا اول ما بيشوفوا بعض على طول بيقدروا يميزوا بعض كاعداء، وان الهزيمه في معركه زي دي كان معناها الموت. بس الشخص اللي ارادته قويه يقدر ياخد الطاقه اللي بتخليه يهاجم مره ثانيه. وعلى الرغم من المقاتلين دول كانوا ساعات اعداء وساعات بيحاربوا جنب بعض زي ما قلنا اللي هو في الترينيتي بيرست ده، بس في الاخر عموما كل ده كان بيوديهم ان هم يروحوا يهاجموا التنين القوي. بس كده دي الكروت اللي طلعت في القصه. لغايه دلوقتي ما قالوش ايه اللي هيحصل بعد كده. المعركه بقى بين التنين وبين الناس اللي واخده القوه بتاعه الاله دي
دي هيعملوا ايه بينهم وبين بعض لسه ما ظهرتش. لما بقى الكروت الجديده تطلع نبقى نتكلم عنها في فيديو جديد. لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا.